Mosaïque FM بودكاست على مرحبا بكم في ألاون جي بلس 19 يوم تعداو حتى التو. شكون قتل شكري يا ولاد المؤقتة؟ تيما القطيع متاعكم قالوا لكم السبسي واليسار وكمال طيف وما تابع، اش بيكم التوا ما شديتوا منهم حد؟ ووقتاش باش نبداو نحكيو بصراحة وبرجلة هكايا ومن غير جبن وتنوفيق ونقولوا راهو اغتيال شكري بالعيد جريمة دولة؟ سبحان الله، عمري ما ريت انا ناس تعدي نهار كامل وهي تسب في عبد وتتهدد عليه وتكفر فيه وتلصق فيه في التهم الكل وتحرض عليه في الناس، من بعد كي يتقتل ولا يتضرب يقولوا يا اخي شبيكم شكيتوا فينا نحن؟ لا نحن مش من مصلحتنا ان نقتلوه، بالعكس المنافس السياسي متاعنا هو اللي قتله باش يكعبرها لنا. وهكا كنعاودوا نرجعوا لنفس المنطق متاع الجبن والتنوفيق متاع لا الجماعه اللي باللحيه راهم ما همش سلفيين، راهم جماعه تحمل همامي جاتين لحي اصطناعيه جات في كونتينير وكاميونه من دراوين وندراوين. الحكايه الحوله قمه في الخسه والجبن اللي قعدوا يحكيوا لنا فيها مده اشهر، حتى لين جات الداخليه بيدها وكذبت قالت لا راهو ما شدينا كرهبه بالحي في حتى بلاصه. يا خويا علاش؟ هاو نعطيكم مثال ملموس. يا سيدي هاو قدامي توا نشرية مهبطتها في وقت من الأوقات صفحة على الفيسبوك اسمها شباب حركة النهضة الإسلامية على الفيسبوك. جبت شي حاجة من راسي، هذه باج قواعد الحركة معروفة، فيها تصوير شكري بالعيد ومكتوب مطلوب للعدالة الثورية بعد ثبوت تآمره على الثورة وتحريضه على الفتنة والعنف في البلاد. عدو الأمة معناها مقدم. يا سيدي بالله يا جماعة سورتو اللي يلوموا عليا يقولوا لي شبيك تحكي بمنطق درا كيفاش في الكرونيك متاعك، حلوا وذنيكم وركزوا معايا شوية باش تشوفوا شباب الحزب الحاكم كيف يحكي. السلام عليكم. لدينا في تونس جرذان تقتات من النجاسات وتعيش في المجاري والبالوعات، وقد نلتقي أحدها فارا مذعورا من خطو البشر أو القطط. شد عندك فنجود عليه بشوتة تنعم عليه بالموت حتى لا يدخل بيوت البشر وينشر فيها الرعب والأمراض. ولدينا في تونس أيضا جرذان مشلغمة أشد خطرا وضخامة من سابقاتها، تقتات من النجاسات الفكرية والنظريات الفوضوية العدمية وتنشر الأمراض والكوليرا والطاعون بين المواطنين في وسائل إعلامها، وتسبب الحرائق والفتن والتقاتل بين أبناء البلد الواحد، وتتحالف مع القطط السمينة من أجل قسمة أقوات الشعب وأكلها دون وجه حق. ننصح المواطنين الراغبين في حماية بلدهم وعقولهم وأبنائهم ومستقبلهم أن يتعاملوا مع هذه الجرذان المشلغمة بما يتناسب من الشوط، وأن يرجعوها إلى موطنها الأصلي المجاري والبالوعات، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بعد بتبيع يعملوا لها طرحة سمسير بكلام ربي. شد عندك الآية اللي مكتبينها: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. انشر المقال رجاء ولا تترك غيرك من المواطنين غافلا عن حقيقة أعداء الثورة والوطن. والقوة الكلها فين؟ هي أنه البارح كي يتضرب ولا يتقتل سيدة يقولوا لا نحن علاش تو كانوا يحرضوا على قتله. عيني عينك معناه انكور فوا شباب الحركة على الصفحة الرسمية تابع الحركة. من بعد كي تقتل لا مناش نحن خطينا سبسي وكمال طيف والماسونية وصالح الفرزيت وما والله منذلكم به الموضوع كل يوم حتى اللي نتعطيونا شكون اللي قتل الراجل وهنا مع بعضنا حسير. خلينا توا نتعداو لشسمو ذاك اللي خلصوا فيا عليه معرض الصحافة. اي فوالا سي سا. باهي دونك خويا نبداو مع جريدة الصباح الأسبوعي اللي عاملة ملف اسمه في تونس سوق ليبيا للسلاح تبغ ومخدرات لتمويل RPG حتى انا وليت كيفهم جماعة لتمويل RPG الجهاد، شبكة خدمة المهربين والإرهابيين. السلاح يهرب إلى تونس برا وبحرا. الله الله. وصول الأسلحة إلى العاصمة خبر استخباراتي. هذا يا أخويا اللي صاير توا عينة من اللي صاير توا في البلاد. كما قلت لكم قبل في كرونيك سابقة وليت باش تنجم تلقى سلاح في البلاد أسهل من اللي تلقى زطلة حاسيلو. لا بالطبيعة المشكلة أنه
ماك تعرف سلاح عنده جماعته، عنده ناس تخدم فيه، عنده ناس بروفيسيونيل الى اخره. بالذات لا مساكن ترجعوا له من بعد الشباب اللي قاعد يخرب في البلاد توا كيفاش الحكومه لقات له حلول جذريه. نمشيو للجريده التونسيه كيف تحكي على نفس الموضوع. مافيا الجهاد وفتاوى الجنه في تونس، الاخطبوط، الاهداف والوقود. كيف حكينا برشا على الجمعيات الزعمة خيرية بتمويلات سعودية وقطرية اللي خدمتها الوحيدة هي أن تمول شباب تونسي وتدمغ وتشرب له مخه وتبعث يحارب في سوريا. لكن هذه ما هيش مشكلة كبيرة بالنسبة للجماعة، معناها مفضوضة. لا والله كي نتكلموا عليهم يخرج لنا شكون من الحكومة يقولوا لا نتفهموهم، هذوما شباب يحبوا الحرية ويحبوا الربيع العربي، نتفهموا أنه يكون عنا إرهابيين يمشيوا يقتلوا في رواحهم في سوريا ويقتلوا في الناس. معناها وجهة نظر، فلا يعطيك الصحة. الإرهاب والخيانة والعنف كلها ولات وجهة نظر في بلادنا. خلينا نحكي لكم على مشكلة أخرى كيف باقي موجودة في جريدة الصباح الأسبوعي. تو باش نحكيو على الحلول فهمتني ولا اللي لقاوها الجماعة باش يحدوا من المشاكل هذه. في الصباح الأسبوعي قالك تسريبات عن حكومة العريض، قاض على العدل، الداخلية بين بن سالم والتحييد والفخفاخ في الخارجية. باهي حكاية التسريبات هذية مذبية اللي يسمع فيها يعاود يرجع للكرونيك اللي عملتها نهار الجمعة، كيفاش وريت أنه الجرائد الكل مهبطة أخبار بنيت على تسريبات وما فما حتى واحد منها صحيح، حتى خبر نهبط صحيح. والتسريبات الجديدة منين خارجة؟ في قناة المتوسط، قناة الأخوان جاية 1000%، وما تخليوا حتى واحد يكذب ويتبلعط عليكم ويحكي لكم عكس هذا. يعني جماعة يرمي ونا كورة، احنا نسمعوا هي كورة هاي نلعب ورمي للجرايد للراديو للتلفزيون للدرا شنو، بعد قلنا لا اخويا ذيك راهي مش كورة، راهو مغالطة إعلامية ذيك، واحنا عندنا بروجرام آخر. لذا تسريباتكم دوروا بغافل باش يسوق لكم لها وباش يقعد يكور معاكم في البوليتيك ويدغف في العباد بلغة التسريبات. المشكلة الحقيقية والموضوع الأساسي اللي لاهية به الحكومة توا هو وين نلقاوه. نبداو الساعة مع الأسبوع المصور. راشد الغنوشي، الجبالي يستحق رئاسة الجمهورية. بالك كيف هي والله. تعرف اختك لما نلعب اكثر واحد طلع عنده وعي سياسي في المحللين والمفكرين والسياسيين والاعلاميين والكرونيكوريين الكل، وسيم الحريسي اللي شو هيرامي قالوا اللي قالوا حط عليك يا جبالي ما صدقك كان البوهالي. بالرسمي الجماعة ظهروا يحضروا فيه للرئاسة رسميا. هاوكا خرجة متاع هي والله رجل دولة على الاخر وحاجة تعمل 66 كيف، ويزيد لك شوية من بعد ترشح لك للرئاسة بصفته وفاقي وفهمتني ولا ولو جبالي باهي وإكسترا. يلا تو نرجعوا لها كي نمشيو لوقتها. تو بور لو مومون مازال عندنا حكايه الحكومه والدستور ونظام برلماني ونظام رئاسي. في لا بريس قال لك سولون راشد غنوشي لو ريجيم بارلمونتير اي لو بلو بروش دو لا ديموكراسي. النظام البرلماني هو اقرب نظام للديمقراطية. علاش؟ خاطر بالطبيعة ما غير ما نقعد نفسركم كيما صار في التأسيسي، تنتخب برلمان، البرلمان ينتخب حكومة، بالطبيعة تكون الصلاحيات تكون مركزة عند رئيس حكومة، وينتخب رئيس طرطور كيما قاعدين تشوفوا في العرض. لا والله كان عملوا علينا مزية على الاخر يخليونا نحن ننتخبوا الرئيس، اما يقعد طرطور كمامة مش معناه باش تخبونا احنا باش يولي يفعل راه. ولذا تقعد السلطات كلها مركزة عند الحزب اللي جاب اكبر عدد بالاصوات في الانتخابات البرلمانية. يعني من الاخر النظام البرلماني ماهوش اقرب نظام للديمقراطية، اقرب نظام للاستبداد هاو الرسمي معناها. اما جماعة يسوقونا فيه على اساس ديمقراطية. اخيرا اهم موضوع توا يلزمنا نحكيو فيه ونلدخل المواضيع الهامشية كل نتلهيو به. جريدة التونسية، وزير التربية سنفتح تحقيقا ضد مديرة معهد الإمام مسلم بالمنزه. هاو الرسمي، هاو المسخرات ولا لوح. بعد ما وزيرة المرأة ماشية رافعة على بيوب طاح الجبن، وزير التربية ماشي عامل باش قالك الوزير شخصيا باش يفتح تحقيق. علاش؟ على خاطر فما تلامذة تلموا في وسط الليسي وقاموا يشطحوا هارلم شيك. قال لك هذا انا ما خليتهاش في شبابي انا بصراحة. كيكا يعملوها هذيا. لا اخوك سلفي انا في الموسيقى هارلم شيك وتكتونيك وذي كل نغزر لهم عقيدتهم فاسده. اما ليه اختك كلام لا اخويا حط لي توباك بوب مارلي نمشي معاك. اما الجو هذا حداثه فوق اللازم. مي اختك كلام اللعب. يعني جماعه لموا عملوا شطحه في وسط ليسي، فما شكون منهم كان لابس لا زي غير لائق الى اخره. شكون قام بحركات غير لائقه
يهبط فيها الوزير شخصيا، الوزير يهبط وباش يفتح تحقيق وباش يشنع الدنيا وباش يخوضها كما المرة اللي فاتت. كما قلت لكم وزير يعني شنو معناها المرة الجاية زوز فروخ يجيوا يسرقوا البصاع من شجرة في حومتنا، يهبط وزير الداخلية، وزير الفلاحة، لا وزير الداخلية الأمن هذا أي يهبط وزير الداخلية ويلزم الأمن في الحومة هذه ومش معقول وباش نفتحوا تحقيق ودرا شنو. الوزير اللي تعديت معاه امتحانات الباك أتعس امتحانات في تاريخ تونس، الوزير اللي صارت له تسريبات في الباك وعمل حد شيء ما عمل حد شيء، الوزير اللي قاعد يتفرج في ليسيات تونس الناس تتلم وتنحي علم تونس وتطلع درابو القاعدة وتبدأ تعيط الجهاد وتحب تهز ولادنا صغار يمشيوا يموتوا في سوريا زادة. الوزير هذايا توا منرفز على خاطر شطحة وباش اللي ما هوش فاهم تحبوش يفسر لكم كيفاش باختصار معناه. توا قاعدين يعملوا في التحوير الوزاري وكما ريتوا حسب التسريبات يحبوا يوصلوا للعباد ايش نعمل لك براهم باش نحرقك ليا وليك ربي ابراهيم الطيب شارع من بكري يعمل لي لا باش نحكي عليها انا باش نحكي عليها مش فرق طريقة لا خويا احنا من باب الثقافة احكي مع إدارة موزايك شوف كيفاش يردوك قبلي سينو خويا ليا وليك ربي ما عندي ما نعملك. دونك خويا في الختام طولت عليكم اليوم سامحوني. دونك فوالا قاعدين يعملوا في تحوير وزاري كما ريتوا في حسب التسريبات الوزراء اللي راضيين عليهم النهضة هما اللي باش يقعدوا كسوا في النهضة ولا في التكتل ولا في المؤتمر اللي قاعدين كلهم طراطير عند الاخوانجية. وسي عبد اللطيف عبيد يحب يضمن بلاصته من بينهم شي يعمل يقول لك نعمل فيلم هكاك نوري الاخوانجيه لنا محافظ هكا وما نحبش الرقص والانفلات والعراء والتفسخ والفساد الاخلاقي والرقه ذاك في المدارس فماشي ما يخليوني في بلاصتي كما سي هامبادي ما يقلقها برشا ان المخدرات اكسترا في المدارس. اما كي يجي شيخ من الكويت يحب يحكم في بناتنا ولبسهم خمار وعملهم درشنو هذاك ما يقلقهاش. علاش؟ على خاطر فيلم الفساد الاخلاقي يصلح مع الاخوانجيه ويطلعها في الجراد، لكن فيلم الوهابيه والتطرف ماهوش باهي هذاك ما يمشيش، هذاك يرضي الحداثيين. اما تلقى روحها طارت من حكومه النهضه وخسرت الكرسي اللي كان شدته كيفها هي كيف وزير التربيه. يعني حقيقة من بعد يخرج لنا الطرطور الأكبر يقول لنا شبيها كوريا تعمل في شنية في التجارب الذرية. بجاه ربي بالرغزر الوزراء اللي في حكومتك كيفاش يعملوا في لعب الذري. على اون يعطيك صحة. Mosaic FM Podcast.